سنن الفطرة شنو المقصود منها؟ الجواب أن سنن الفطرة هي الخصال اللي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها باش يكون المسلم في أكمل الحالات وأفضل الصفات وأجمل الهيئات، لأن الدين الإسلامي كيراعي الجوانب الجمالية والتكميلية للمسلم باش يجتمع فيه صلاح الظاهر والباطن ويكونوا متوافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سنن الفطرة مجموعة في 5. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة 5: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وجاء في حديث آخر أن سنن الفطرة 10، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، وذكر منها وإعفاء اللحية. فإذا أولى هذه السنن هذه هو الختان، واللي في الغالب أنه تيكون من بعد الولادة بسيمانة أو بجوج أو شهر أو عام على حسب جاهزية المولود. المهم أنه يتختن قبل ما يبلغ. ومن سنن الفطرة الاستحداد، واللي هو إزالة شعر العانة إما بماكينة الحسانة أو زيزوار أو غير ذلك. وكذلك من سنن الفطرة قص الشارب، فلا بغى يخلي المسطاج ماشي مشكل، ولكن بشرط ما يخليش يكبر حتى يغطي له على فمه. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان كيطوال الشارب ديالو كان كيجيب المسواك وكيحطو على تحت المسطاج وكيقص وينقص على داك الشيء اللي تزاد عليه. ومن سنن الفطرة توفير اللحية، والمقصود بالتوفير أنه يخليها تطوال وما يقيسهاش بالمقص. فالله سبحانه وتعالى ميز الرجال من النساء بهذه الخصلة هذه، كما ميز باقي الحيوانات بنفس هذه الخصلة، كما أن فيها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل بسنة الأنبياء من قبله، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة طه على سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام اللي قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ومن سنن الفطرة تقليم الأظافر، فما خصوش يخليهم حتى يطوالوا لأنها كتولي محل أوساخ القاذورات. وكذلك من سنن الفطرة نتف الإبط، يعني يزوج الشعر اللي في بطانه بالنتف، فإلا كان قاصح عليه فماشي مشكل يستعمل أي مزيل من اللصقة أو حتى الزيزوار. فإذا الوقت اللي طوالوا عليه هذه المذكورات من شعر العانة أو الإبط أو طوالوا عليه ضفاره فيسارع ويبادر إلى إزالته. وما كاينش شي وقت معين في الشهر ولا محدد في الأسبوع باش تزول هذه المذكورات، ولكن ما خصوش يفوت عليك 40 يوم إلا وكنت خديتي من هذه المذكورات كاملين، كما قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما.